السلام عليكم، معكم ديزاكس وراني جيتكم في مقطع جديد التيك توك. مانيش عارف كيفاش نوصف لكم هذا البرنامج بالضبط، ولكني نحسه مثل حديقة الحيوانات، لانه كاين فيه واحد الناس مستعدين انهم يفعلوا اي شيء من اجل جذب الانتباه وعلى جال شوية تاع فلوس. ولما نقول لك اي حاجة يعني اي حاجة، يمكن انه الامر يصل الى حد الكفر والعياذ بالله. نورمالمون وراكم عارفين على من راني نهضر، مستر قشيحة. لربما لو كان نرجع فقط الى 4 سنوات الى الوراء، هذا الشخص اصلا ما كانش معروف، والسبب اللي خلاه يتشهر هي الصفحات تاع الميمز. باختصار لانه كان يشبه على واحد السيد اسمه سومو اللي هو شخصية كرتونية من كرتون كلارنس. المهم خونا قشيحة حالته كما واحد الناس دائما يدير غلطات، لانه دائما يدير غلطات كارثية ويسيء الى الناس ويسيء الى متابعينه، ورغم كل ذلك يفلت بفعلته. تقول ما صرا والو والناس تتجاوز عليه. ربما كان اللي يقول لك لربما بسبب الظروف، لربما كذا، ربما منها الناس تتعاطف معه، خصوصا لانه مريض. احنا نقولوا والله يشافيه على كل حال. ولكن مستر دي جي رفيق دائما يغلط على متابعينه ويغلط دائما على الناس، والناس كانت تتجاوز عليه. ماذا تريد ايها العبد؟ الى ان جاء واحد النهار والسي قشيحة هذا حط لنا هذا الفيديو. الرسول صلى الله عليه وسلم كيطلع عليه الواحد جاء اوبيرا قالوا اقرا. هي لو كنا نشوف الصح، قشيحة ما كانش من المفترض انه يقول هذه الهضره اللي يهضر فيها الان، لانها في الحقيقه تعتبر استهزاء بالدين. بالحكم تاع الاستهزاء في الدين في الشرع انه اي شخص يستهزأ بالدين يعد كافر. ولكن انا مانيش حاب ندخل في النيه تاعو، وباش نفهموا القصه الحقيقيه الواش صراو الواش هي الحاجه اللي خلاته يتكلم ويهضر هذه الهضره اللي هضرها، هو انه كان بينه وبين اوبيرا مناوشات. اوبيرا خرج بفيديو وين قال انه جند من جنود الله، وقشيحة رد عليه في لايف وين قال ذاك الكلام اللي نورمالمون ما يتقالش. وذيك الهضره اظهرت الاستياء تاع الناس، والناس اخذتهم العزه على دينهم، مما ادى الى خروج المؤثرين تاع التيك توك وتاع التواصل الاجتماعي باش يردوا على الهضره اللي قالها قشيحة، وكانوا يطلبوا منه الاعتذار. ولكن هل اعتذر قشيحة؟ لا، بل قاعد شاد في الهضره تاعو وزاد ريبوند عليهم في هذا الفيديو. عليكم الحبايب، هذوما اللي راهم يديروا لي فيديو وكل واحد نطلب من السلطات وما على باليش وما على باليش وشوفوا معايا والسيد سب الرسول نعاودوا ندخلوا هذيك المسمو. اي راكو حابين نطيحها، ها ما طيحونيش والله ما. المهم مستر قشيحة هذا رفض الاعتذار، مما ادى الى استياء متابعينه. ففئة منهم من الناس اللي ربي هداهم قرروا انهم يلغوا متابعة من عنده، وهذه الحاجة اللي اثارت الاستياء تاعو، وقرر انه يخرج لهم بهذا الفيديو وين ما قال على متابعينه والناس اللي الغوا المتابعة منافقين. شعبك شكون راهو يديزابوني؟ نقول لك شكون راهو يديزابوني؟ منافق، فهمتوا؟ المنافق او ديزابوني، باسكو الناس اللي عندهم في الراس واعيين على بالهم على واش كنت نهضر وعلى بالهم المثل راك تستهزا بالرسول. لا بريف وزادي وخدت لكم منافقين. اولا انا ننتحي لكل انسان قام بالغاء متابعه مع عند قشيحة. انت صح راجل ومسلم واعي، والناس الواعيين تاع صح هما الناس اللي ديزابوناوك، لانه بعد الفيديو اللي حطيته راك بينت لهم باللي هما كانوا غالطين كي كانوا معاك تما وكي كانوا واقفين معاك، وكان قرار حكيم انهم يديزابونيوك وما يكفوش معك في امور كيما هذه. يعني هذا كان الخيار تاعهم. لهذه السبه تحيه كبيره لكم. المهم حبيت ان نوضح واحد النقطه صغيره كيما هكا، انه قشيحة كيهضر على اوبيرا وقال عليه باللي انت راك تهضر على روحك وتقول على روحك باللي جند من جنود الله. ثم عرفت باللي صح قشيحة ماهوش فقيه في الدين باش يجي يهدر على الدين ولا يجبد صوالح عليه. وعلى حسب الهضره تاع قشيحة اعتقد انه قشيحة حاسب جنود الله هم من الملائكه فقط، لانه حتى جنود الله يمكن ان يكونوا من الانس. لو كان فقط تروح ترشاشي شويه برك في جوجل راك رايح تلقى كلش وكاع المعلومات اللازمه، لانه يمكن يكونوا كاينين جند من جنود الله على الارض من الانس. ولكن اوبيرا ثاني تبان لي فيني شويه زاد فيها، يعني مشي غير واح وقول على روحك بلي انت جند من جنود الله. الله يسامحهم على كل حال. المهم وبعد فتره تخلطتوا مستر قشيحة تحدى متابعينه وقال لهم باللي رايح يرجع للجزائر ويروح ببلاصه فلانيه وما ديروا والو، وهذه الحاجه اللي اغضبت المتابعين تاعو اكثر واكثر. بداو يوصلوه الرسائل تاع التهديد من عند المتابعين بانه اذا وصل للجزائر راح يصراو له مشاكل، وهذه حاجه خلاته يرتعد من الخوف اللي خلاته يخدم هذا الفيديو. كلمه جوج السلطات، كلمه جوج السلطات، السلطات تبقى لها هي اللي غير اللي شفناهم فعلا. ما تمسخرش، هادو صوالح ماهمش لاتين هما كاع دوله لاتين. هادو صوالح سيكراب والله غير سيكراب. عباك هادو الناس راهم يسبوك. شو هذا؟ اسمع اش راهم يسبوك؟ شو هذا؟ روح وليش تعطيك مع المغاربه مع المختم
كيما درنا حنا. بعدها خرج لهم قشيحة وقال لهم انتم راكم ديروا هي الباز صباح المنشتوني مشهور قاعدين يديروا في مشاكل باش انتم تطلعوا. في الحقيقه انا راني رايح نرد على قشيحه في هذا الفيديو في حال ما اذا كسرات وشاف هذا الفيديو. اولا انت راي عندك قاعده جماهيريه، عندك الكثير من المتابعين من كل الاعمار ومن كل اجناس، معناتها ذكور اناث صغار كبار، اغلبيتهم واعيين واغلبيتهم ربما يكونوا مش واعيين، وحنا رانا حابين نوعيو هذوك اللي مش واعيين، لانه كاين واحد الناس يتبعوا صاي، يعني كيما البهايم يتبعوا وصاي. الناس الواعيين هما الناس اللي عرفوا الغلطات تاعهم وديزابوناو وما حبوش يكونوا جزء من الحاجه اللي راك دير فيها انت يلا ربما ما تشوفش التاثير تاعك على الناس هذوك، ولكن الشعب الجزائري الناس اللي يتفرجوا فيك هما اللي يشوفوا التاثير تاعك على الناس اللي من حولهم. ففي النهايه فقط انا نقول انه الله يهدي هذه القشيحه والله يهدينا كاملين والله يهدي هذيك اوبرا. المهم كنت جديد معنا في القناه ما تنساش انك تشترك، كنت مشترك ما تنساش انك تحط لايك، ماذا بيا تخبرني بالراي تاعك حول هذا الموضوع تاع نهار اليوم والراي تاعك في الحاجه اللي قالها قشيحه، وخبرنا شويه في التعليقات راك عارف. المهم نتلاقاو في حلقه جديده وبيس.